العثمانيين كانوا عايشين على قناعتهم انهم مش هيخسروا في الحرب ابدا، وده بسبب ان الدولة العثمانية كانت في قمة سيطرتها طول 600 سنة، بس للأسف دخلوا الحرب العالمية الأولى وما خرجوش منها تاني لحد دلوقتي. وعلشان اللي اتلسع من الشوربة بينفخ في الزبادي، تركيا اتعلمت من الدرس وقالت لك لا انا ماليش دعوة، وقالت امضتها اهي ووقعت اتفاقيات انها على الحياد. جهز كوباية القهوة اللي تعدل المزاج وتعالى نشوف حقيقة الحرب العالمية من جوه الكتاب. وعلشان تتابعني ما تنساش تفعل زر الجرس، تعمل اشتراك في القناة. انا محمد الخطيب وهقول لك على اللي فيها. قبل الحرب العالمية كان في اتفاقية سرية ما بين العثمانيين والألمان. الألمان كانوا فاهمين الجيش العثماني وبيدعموه ضد الفرنسيين والإنجليز والروس، وبدأت الحرب العالمية ما بين قوتين، دول التحالف ودول المحور. دول التحالف كانت بتضم فرنسا وانجلترا ومعاهم كمان صربيا وبلجيكا والجبل الأسود. دول المحور كانت بتضم العثمانيين ومعاهم الألمان ومعاهم النمسا. وبعدين شافوا ان اليابان مشتاقه تفرض سيطرتها على الصين، فانضمت لدول التحالف. ومصر في الوقت ده كانت تحت الحمايه البريطانيه، فانضمت بالتبعيه لدول التحالف. في 1915 العثمانيين عملوا حركه دمها مش لطيف على دول التحالف، وده كان باحتلالهم جزيره جلبيري عشان يحموا القسطنطينيه من هجمات التحالف. ولكن اللي حصل هو العكس تماما، تلقوا ضربات موجعه، وانتشر كمان ما بين الجيش العثماني الكثير من الامراض اللي تسبب ما بين اصابه ومقتل 3 مليون جندي من الجيش العثماني. وبعدها وقع العثمانيين هدنه مع بريطانيا انهم يخرجوا من الحرب، والكلام ده كان في سنه 1918. وفي الطبيعي ان كل حرب وليها نتائج. تعالى اكلمك عن نتيجه بسيطه للحروب العالميه، اتفاقيه سيفر واتفاقيه لوزان، واللي كانوا بيشملوا الاتفاقيتين دول الحدود الجغرافية للدولة العثمانية وكمان نطاق نفوذها قوتها السياسية. نقدر نقول تركيا الجديدة. في 10 أغسطس 1920 اتوقعت معاهدة سيفر، واللي كانت بتنص على توزيع الأقاليم العثمانية وتحديد النطاق الجغرافي لدولة تركيا الحديثة وتمهيد لإلغاء الخلافة العثمانية، واللي اعترضت عليها الدولة العثمانية في الوقت ده، وتم تعديلها باتفاقية لوزان سنة 1923. وبقيت حدود تركيا ما بين اسطنبول وجزء من الاناضول. وكانت معاهده لوزان من 143 ماده في 18 اتفاقيه مستقله، وكانت بتشمل ترتيبات الصلح ما بين تركيا الحديثه ودول التحالف، وكمان اعاده العلاقات الدبلوماسيه ما بينهم. وتضمنت الاتفاقيه رسم الحدود التركيه بينها ما بين اليونان وبلغاريا، وكمان بقت ارمينيا جمهوريه مستقله. بالنسبه للمنطقه العربيه انهت العلاقه السياسيه والقانونيه ما بين مصر وليبيا والسودان والعراق وقبرص وحتى دول الشام اي ارتباط ليهم مع تركيا، وادت كمان الحكم الذاتي او الاستقلال للقوميات لغير الاطراف. وكمان نظمت طريقه سداد اقساط الديون بتاعه الدوله العثمانيه، وكمان رتبت ان المضائق المائيه اللي جوه تركيا تعتبر مضائق مياه دوليه ولا يستحق لتركيا تحصيل اي رسوم جراء العبور منها. وكمان نصت على حمايه حقوق الاقليات داخل تركيا. خلصنا الحرب العالميه الاولى، نروح بقى للحرب العالميه الثانيه. تركيا دلوقتي ملهاش دعوه ومصره تلتزم بالحياد من اللي شافته في الحروب السابقه، وسعت لده بتوقيع عدد من المذكرات اللي بتؤكد على حيادها وانها ملهاش دعوه بالحرب. وفي شهر اكتوبر سنه 1939 وقعت اتفاقيه الانجلو مع فرنسا، واللي كانت بتنص على الدعم والتعاون المتبادل بس مع الحفاظ على الحياد. وفي نفس الوقت حاولت تمسك العصا من النص وحافظت على علاقات دبلوماسيه كويسه مع المانيا. وفي 18 يونيو سنه 1941 انطلقت الحرب الالمانيه السوفيتيه، وسلمت وقتها تركيا مذكره في 25 يونيو سنه 1941 الى اتحاد الجمهوريات السوفيتيه بتؤكد على حيادها وانها ملهاش دعوه بالحرب. وبعد قمع الاتحاد السوفيتي للشعوب الاسلاميه اللي وقع داخل النطاق الجغرافي، كانت في حاله من الغضب داخل الدوله التركيه ضد الاتحاد السوفيتي، ولكنها لم ترتقي لكونها داعم لدول المحور المحارب للاتحاد السوفيتي والحلفاء. وفي شتاء 1943 اتعمل مؤتمر أبم عشان الحلفاء يحاولوا يخلوا تركيا
تتخلى عن حيادها وتشارك في الحرب ضد هتلر. وفي شهر اكتوبر من نفس السنه اجتمع الحلفاء واعلنوا ان تركيا ما بقتش على الحياد وانها انضمت للحرب، ورغم الاعلان ده الا ان تركيا فضلت متمسكه بموقفها. وفي شهر فبراير سنه 1945 اجتمعوا في مالطا وقرروا وسط المباحثات كده ان الدول اللي داعمه الحرب التحالف ضد هتلر هي اللي هتشارك في تاسيس الامم المتحده. وفي 23 فبراير من نفس السنه اعلنت تركيا حربها على المانيا، ورغم ان الجيش التركي لم يشارك في الحرب الا انها تلقت دعوه للانضمام للامم المتحده. بعد الحرب اصبحت تركيا مؤيده وبقوه للسياسات الغربيه، واظهارا للولاء للولايات المتحده الامريكيه القوه العظمى الجديده في العالم، ارسلت حكومه مندريس في شهر يوليو سنه 1950 لواء من جيشها للمشاركه في حرب شبه الجزيره الكوريه. وكانت تركيا الدوله الوحيده في الشرق الاوسط والشرق الادنى المشاركه في الحرب دي. وعليه في اكتوبر سنه 1951 انضمت تركيا لحلف الناتو، وانضم في نفس الوقت اليونان عشان يحافظوا على التوازن ما بينهم. وبعد ما خلصنا الجزء الخاص بالحروب، تعال نشوف الحياه السياسيه والحزبيه في تركيا عامله ازاي. تركيا فيها احزاب سياسيه قويه، وده بيؤثر على انتخاباتها البرلمانيه والرئاسيه. والرئيس في تركيا بيتم انتخابه من الشعب مباشره، مش زي الاول لما كان رئيس حزب الاغلبيه. والرئيس بيتم انتخابه من الشعب مباشره، مش زي النظام البرلماني لما كان رئيس حزب الاغلبيه يبقى هو رئيس الجمهوريه. عدد الناخبين الاتراك اللي ليهم حق التصويت 60,978,000 ناخب، صوت منهم في الانتخابات الاخيره 88% في الداخل و50% من الاتراك الخارج. بيتكون البرلمان التركي من 600 مقعد على 78 دائره انتخابيه في 81 ولايه. توزيع المقاعد مرتبط بالكثافه السكانيه. هديك مثال: اسطنبول عندها 98 نائب، وانقره عندها 36 نائب، في كل واحده فيهم 3 دوائر انتخابيه، في حين ان ازمير وبورصه اللي هم ثالث ورابع اكبر مدن التركيه كل واحده فيهم لها دائرتين انتخابيتين فقط لا غير. وبتعتمد تركيا في انتخاباتها البرلمانيه على نظام هوندت للتمثيل النسبي، بمعنى يحق للقائمه ذات اكبر معدل تصويت انها تحصل على المقعد الاول. وفي ابريل الماضي تم تمرير قانون الانتخابات الجديد، واللي خفض العتبه الانتخابيه من 10% ل 7%. الماده دي اللي كان معمول بيها من سنه 1982، واللي كان هدفها انها ما تدخلش الاحزاب الهامشيه والصغيره للبرلمان عشان ما تؤثرش في تشكيل الحكومه. بس القانون الجديد اشترط على الاحزاب انها تعدي العتبه الانتخابيه باصواتها هي في كل دائره على حده، مش زي الاول لما كان كافي ان التحالف المشاركه فيه يعدي العتبه الانتخابيه. والجزء ده بيستهدف الاحزاب الصغيره الداخله في تحالفات مؤثره في النتائج البرلمانيه وكمان في تشكيل الحكومه التركيه. والجزء ده بيستهدف الاحزاب الصغيره الداخله في تحالفات مؤثره في تشكيل الحكومه وكمان مؤثره على النتائج بشكل عام. وضمت الانتخابات الاخيره 5 تحالفات، اهمهم تحالفين واللي حصدوا اغلبيه المقاعد. التحالف الاولاني تحالف الشعب، واللي بيضم حزب العداله والتنميه اللي حصد 267 مقعد، وده اكبر عدد من المقاعد يحصل عليه حزب في الانتخابات. وحزب الحركه القوميه اللي حصل على 50 مقعد، وانضم لهم حزب الرفاق اللي حصل على 5 مقاعد، وحزب الوحده الكبرى وحزب هدى بار، وده تحالف بيغلب عليه الطابع الاسلامي المحافظ. وقدروا مجتمعين يحصلوا على 322 مقعد في البرلمان التركي كاكبر تحالف كسب الانتخابات، ولكنهم ما خدوش اغلبيه التلتين. التحالف الثاني تحالف الام او الطاوله السداسيه زي ما بنسمعه في الاخبار، وده تحالف المعارضه الرئيسي، ويضم حزب الشعب الجمهوري اكبر حزب معارض في تركيا، وده الحزب اللي حصل على 169 مقعد كتاني اكبر حزب يحوز مقاعد في البرلمان. وهو حزب علماني ينتمي الى يسار الوسط، ومعاه حزب الجيد اللي حصل على 44 مقعد، وحزب السعاده وحزب المستقبل والحزب الديمقراطي، وتأييد ضمني من حزب الشعوب المؤيد للأكراد. وده تحالف هدفه الرئيسي استعادة مبادئ الجمهورية اللي كانت في عهد كمال أتاتورك، وكمان العودة إلى النظام الحكم البرلماني وضمان تداول السلطة واستقلال القضاء. وكل برنامجهم بيعتمد على تتبع العوار السياسي لأردوغان ومحاولة إيجاد حلول مغايرة ليه.